أهلا بيكم يا جماعة. لو نادي الكتاب بتاعكم اختار كتاب فن اللامبالاة لمارك مانسون، يبقى الملخص ده معمول عشانكم. هنبص سوا على الأفكار الأساسية في الكتاب ده، الأفكار اللي خلته مثير للجدل ومهمة قوي في نفس الوقت، عشان تبقوا جاهزين لنقاش جامد. طيب، خلينا نبدأ بسؤال يمكن كلنا بنحس بيه كل يوم. الإحساس ده إن الواحد مضغوط، لازم يهتم بكل حاجة بتحصل حواليه ويتابع كل الأخبار وكل الترندات. الموضوع ده مرهق جدا في الآخر، مش كده؟ وهنا بقى مارك مانسون بيقلب الترابيزة خالص. بيقولك إيه؟ سر الحياة الحلوة مش إنك تفضل إيجابي طول الوقت وتضحك في وش الدنيا. لأ، السر هو إنك تبقى شاطر في التركيز على اللي يهم فعلا. الموضوع مش معناه إنك تبقى شخص سلبي ومش فارق معاه حاجة خالص. الفكرة كلها إنك تختار بحكمة وبتركيز إيه اللي يستاهل اهتمامك وطاقتك. تمام، يلا بينا ندخل في أول درس مهم في الكتاب، حاجة مانسون بيسميها القانون العكسي. الجملة دي للوهلة الأولى كده ممكن تبان غريبة قوي. يعني إزاي لما أجري ورا حاجة كويسة تبقى التجربة نفسها سلبية؟ الموضوع ده محتاج وقفة. خلينا نشوف مانسون قصده إيه بالظبط. الفكرة كلها أو النقطة الجوهرية يعني إنك كل ما بتسعى بشكل يائس عشان تكون أحسن أو أسعد، ده بيخليك تحس إنك مش كده دلوقتي، وبالتالي رضاك بيقل. تخيلها كده، كل ما تجري ورا الفلوس بتحس إنك فقير، كل ما بتدور على إن الناس تحبك بتحس بالوحدة أكتر. وهنا بقى بتوضح المفارقة الغريبة دي. لما بنفضل نطارد الإيجابية بشكل مهووس بنخلق لنفسنا واقع سلبي. لكن العكس صحيح، لما بنقبل الجانب السلبي ونتعامل معاه بواقعية، زي إن الواحد يتقبل إنه بيكافح مادياً، ده ممكن يدي إحساس بالقوة والسيطرة. قبول الواقع ده بيحررنا من ضغط إن كل حاجة لازم تكون بيرفكت طول الوقت. تمام، كده فهمنا فكرة القانون العكسي. الدرس اللي بعده بقى بياخدنا خطوة أبعد، وبيخلينا نفكر في الموضوع من زاوية تانية خالص. الكتاب هنا بيقلب السؤال التقليدي. بدل ما نسأل نفسنا إيه اللي عايزين نستمتع بيه في حياتنا، بيقترح سؤال أهم بكتير: إيه الألم اللي إحنا مستعدين نكافح علشانه؟ لأن بصراحة الحياة فيها معاناة كده كده، محدش حياته سهلة. فالشطارة مش في إنك تهرب من المشاكل، الشطارة في إنك تختار المشاكل اللي ليها معنى عندك. وبعد ما اتطارد بشكل مؤلم جدا، ديف موستين قرر واختار معاناته. أخد على نفسه عهد إنه هيعمل فرقة جديدة وهتكون أنجح من فرقته القديمة، لدرجة إنهم يندموا إنهم مشوه. وفعلا نجح نجاح ساحق. فرقته الجديدة ميجاداث حققت نجاح كاسح وباعت أكتر من 25 مليون ألبوم. طبعا ده نجاح خرافي لأي فنان في العالم، صح؟ بس في لكن كبيرة هنا. فرقته القديمة ميتاليكا باعت أكتر من 180 مليون ألبوم، وبقت واحدة من أكبر الفرق في تاريخ المزيكا على الإطلاق. وهنا بقى مربط الفرس. بالرغم من نجاحه المذهل، موستين فضل طول عمره شايف نفسه فاشل. تفتكروا ليه؟ لأنه ببساطة اختار مقياس غلط يقيس بيه نجاحه، إنه يتفوق على ميتاليكا. القصة دي بتورينا إن جودة حياتنا مش بتتقاس بالإنجازات، لكن بتتقاس بنوعية الصراعات اللي إحنا بنختار ندخلها. وده بقى بياخدنا للدرس الثالث، يمكن أكتر درس في الكتاب بيدي إحساس بالقوة وفي نفس الوقت أكتر درس فيه تحدي. هنتكلم عن ويليام جيمس، اللي بيتسمى أبو علم النفس الأمريكي. الراجل ده اتولد في عيلة غنية جدا، بس عانى من مشاكل صحية صعبة قوي واكتئاب عميق. تخيلوا إن مؤسس علم النفس الأمريكي كان في يوم من الأيام غرقان في اليأس لدرجة إنه كان بيفكر ينهي حياته. كان محبوس في بيته وحاسس بعجز كامل. وفي وسط كل السواد ده وهو بيقرأ عدت عليه فكرة لفيلسوف، فكرة بسيطة جدا بس غيرت كل حاجة. الفكرة بتقول إن الشخص مسؤول بنسبة 100% عن كل اللي بيحصل له، ومن اليوم ده ويليام جيمس قرر يتبنى الفكرة دي ويعيش بيها. وهنا الكتاب بيوضح فرق مهم قوي بين الخطأ والمسؤولية. يعني إيه؟ يعني ممكن تحصل لك حاجات وحشة في حياتك مش غلطتك خالص، لكن أنت مسؤول عن رد فعلك واختيارك في التعامل معاها. زي المثال اللي في الكتاب، لو لقيت طفل رضيع على عتبة بيتك، ده مش خطاك، بس من اللحظة دي تصرفك بقى مسؤوليتك. ويليام جيمس اختار يتحمل مسؤولية حياته. التحول البسيط ده في التفكير هو اللي بينسب له الفضل في ولادته من جديد وفي كل نجاحاته بعد كده. هو ما غيرش الظروف اللي حواليه، هو غير رد فعله تجاهها، وده اللي عمل كل الفرق. طيب إزاي كل الدروس دي بتتربط ببعض؟ الكتاب بيختم بمفهوم قوي جدا بيربط كل الخيوط دي ببعضها. الفكرة هي إن مواجهة حقيقة الموت هي الحاجة الوحيدة اللي بتوضح كل حاجة. حسب مانسون، التفكير في الموت مش حاجة كئيبة تخوفنا،
بالعكس، دي أداة أساسية عشان نعيش حياة ليها معنى. زي بقى لأن فكرة المود دي بتشتغل زي الفلتر، بتشيل كل الاهتمامات التافهة والصغيرة من الصورة وبتبروز بس الحاجات المهمة بجد. بتجبرك تحدد قيمك وتشوف إيه اللي يستاهل فعلا وقتك وطاقتك المحدودين على الكوكب ده. عشان كده الخلاصة النهائية هي دي، إن عشان نعيش حياة أفضل لازم نختار نهتم بحاجات أقل بس نهتم بيها بعمق أكبر. يعني فن اللامبالاة هو في الحقيقة فن اختيار ما يستحق الاهتمام. وده بيسيبنا مع السؤال الأهم، السؤال اللي ممكن يكون أحسن بداية للنقاش في نادي الكتاب بتاعكم. بعد كل اللي سمعناه ده، إيه الحاجات القليلة جداً اللي هتختاروا تكرسوا ليها اهتمامكم بجد؟ سؤال يستاهل التفكير. شكراً ليكم.